بس احنا بنهزر وبنضحك وبنقلد اللواء وليد السيسي، طبعا بنحبه جدا ومتابعينه جدا فما يزعلش مننا. ومعظم القضايا او كل القضايا اللي بنذكرها في برنامج اغرب القضايا بتكون حكاوي وقضايا واقعية 100%، مكنش فيها تأليف، مكنش فيها تزويد، مكنش فيها اي شيء. دي قضايا بتاع حضراتكم، المفروض ان احنا بنذكر القضايا وبنبلغها لحضراتكم عشان محدش منكم يقع في نفس المشاكل تاني، ولو حد وقع في نفس المشكلة او في نفس القضية تاني يقدر ان هو يتصرف اسلم تصرف او التصرف القانوني السليم. نبتدي بسم الله. لقيتها جاية المكتب بتقول يا أستاذ محمد أنا جوزي حطني في ورطة. طبعا أنا وقتها إزاي راجل يعمل كده في واحدة ست، إزاي وجوزها والموضوع بقى أنت ما تعرفش هناك في المهم سألتها إيه التفاصيل. قالت أنا مطلقة بقالي حوالي 3 سنين وجوزي عمال بينخرب على الطفل الصغير. طبعا انتوا عارفين ان الاطفال النفقه بتاعتهم بتضلع. الراجل لما بيكون موظف او بيكون شغال في شركه او شغال في اي مكان، النفقه بتاع الطفل الصغير الراجل طبعا بيحاول يتهرب منها. فيتهرب ازاي؟ تعالوا شوف الراجل ده عمل ايه. الراجل ده جاب واحد صاحبه ووالدة واحد صاحبه، ناس يعرفهم جدا جدا جدا، وقام مدي رقم طليقته لصاحبه وقال له كلمها زي المرشد كده او كلمها كده وهات معاه سكه والكلام. فبالفعل طبعا البنت مطلقه بتتعلق على الشاي، عاوزه تتجوز وتتستر والكلام الطبيعي بتاع كل السيدات المطلقات. فالبنت استجابت مع الشاب عادي، خرجوا. بدأ الزوج يكون متواجد في الخروجات من بعيد، وبدأ ان هو يصور البنت او طليقته مع عشيقها او الشاب اللي مفروض حطت. فطبعا هو واخد الموضوع كده على الهاي وبرتب لحاجة، هو عنده غرض الطفل، خايف من نفقة الطفل، فعمال بيرتب ويخطط ويتكتك، وجاب صاحبه وجاب ام صاحبه ورسموا الفيلم والليله دي على البنت الغلبانه يا عيني اللي عاوزه تتستر. فطبعا انا ما بايدش خالص ان بنت تخرج مع شاب وتكون مطلقه بالذات، لان الموضوع بيكون فيه حساسيه اكتر من انها تكون بنت ابنه. في يوم من الايام لقى والد البنت نزل الشغل، قام الواطي بعت صاحبه على بيت طليقته ويخبط عادي، قال لها انا عاوز والدك اتكلم معاه في جوازنا وخطوبتنا. قلت له والدي في الشغل. طبعا البنت بكل تلقائيه فتحت له عادي اتفضل، وده غلط طبعا، احنا ما بنبررش. فدخل. بعد ما دخل التليفون بتاعه بيسجل، وتحت على باب العماره والدته وطليق البنت موجودين تحت مستنيين ان هما يجي الوقت المناسب ان هما لحظة القبض والتفتيش والتلبس. فطبعا الشاب ده قاعد يحاول مع البنت كتير، ولكن البنت كانت نص محترمة، لان هي لو محترمة احترام كامل مش هتدخله البيت وقالتها مش موجود. فرفضت، قالت لا بعد الجواز يبقى قرب ويعمل الكلام ده. فالشاب انصدم طبعا، وطبعا كلم رن على طريقها وقال له خلاص انا عجزت، انا مش عارف فطريقها قال خلاص اذا ولا بد نعمل بقى جت. انتوا مش هتوقعوا البجاحه بتاع الناس دي وصلت لحد فين.
جت والدة الطليقة دي رخت بالصوت في مدخل العمارة: ابني فوق مع كذا كذا كذا. ازاي؟ وانت ايه اللي جابك؟ وجاي في الوقت ده ازاي؟ وايه اللي عرفك؟ كلام كتير قوي الناس ما بتسألوش. الناس ما بتسألش غير فين الفضيحة عشان نشوفها، فين الفضيحة عشان نعرفها. فطبعا بالفعل ناس اتلمت، وباستدلال طبعا طريقها طلعوا للشقة المزعومة، خبطوا على الباب، فتحوا الباب، لقوا طبعا في وضع عادي خالص، لابسين عادي خالص والكلام ده. فطبعا دخل طليقها بكل عصبية: هاتي الولد، انتي مش ام للولد، انت مش هتشوف ابنك تاني عشان خاطر انت ست فيك وفيك وفيك وفيك. وخد الواد ومشي. المهم الراجل ده عمل ايه بقى؟ رفع دعوة بإسقاط حضانة الطفل استدلالا بكل الرسمة والعك اللي حصل ده. طبعا والد البنت جالي والبنت جت حكت القصة والكلام ده كله. فحل القضية دي كان بطريقة تلقائية وطريقة بسيطة. طبعا أنا كمحامي مش دوري ان انا ابرئ البنت من تهمه مثلا واقعه قرف زي كده والكلام ده كله، ان انا لا، انا دوري احمي الطفل الصغير. والطفل الصغير وجوده مع امه بالحكايه دي او بالروايه دي بالترتيبه دي والتمثيليه دي اصلح. فانا جيت عملت وثيقه زواج، زوجت البنت، عملنا طبعا عقد زواج عرفي قديم بحوالي 3-4 شهور، وعملنا تصادق على زواج من شخص قريبهم يعني، شخص حبيبهم. فقدام النيابة الست دي أثناء الواقعة دي كانت ست متزوجة. وطبعا زي ما انتوا حافظين، مش حافظين مادة 45 بتاع اللي هو وليد السيسي، لا، زي ما انتوا حافظين ان وقائع الزنا ما بيتمش اثباتها غير بطلب من الزوج. وطالما الزوج ما طلبش، محدش له مصلحة تاني يطلب ويثبت غير الزوج. فطبعا طالما الزوج موجود وما اقرش بالواقع، حتى لو التحريات ثبتت، حتى لو هو عمل التمثيليه دي والكلام ده كله، طبعا الناس هتستسكى تقول يا استاذ محمد ما كده طالما اتجوزت حضانتها بتسقط، وطالما اتطلقت الحضانه بترجع لها. فبالفعل راحت ثبتت الكلام ده قدام النيابه ان هي ست متجوزه ومحدش لا عندها حاجه والكلام ده كله. طبعا النيابه قالت لها خلاص حضانه الطفل مش معاكي، ولكن خلي الطفل معاكي لحد ما الاب او الزوج يرفع دعوه ويثبت ان انت متجوزه والكلام ده كله. على ما الزوج رفع الدعوه كانت الام انفصلت وقدمت وثيقه الطلاق وخدت ابنها وضاع الفيلم اللي الاب عمله. للاسف الشديد ما تعملوش اذكياء عشان خاطر تضروا الناس وتأذوا الناس او تماطلوا في حقوق ونفقات اطفالكم، عشان لو عملتوا اذكياء ربنا هيقدركم ويعطركم في محامي زي محمد ابو بدر. السلام عليكم.